تخيل تروح تجيب مهاجم أجنبي تلعب بيه فريقك وتستنى منه يبقى ماكينة أهداف، وفي الآخر بعد أول موسم كامل له مع الفريق تلاقيه جايب جول واحد بس ومن غير ما يقصد كمان. القصة دي مش خيال، دي قصة واحد من أغرب المهاجمين في تاريخ الأهلي. إحنا دلوقتي سنة 2005 وقبل ما الموسم الجديد يبدأ الأهلي كان طالع من الموسم اللي قبله وتقريبا كسبان كل البطولات والسكواد شبه متكامل مش ناقصه أي حاجة. بس كعادة الأهلي دايما بيدور على الأفضل ودايما بيدعم الفريق في كل موسم حتى لو كسبان كل البطولات. سنة 2005 وتحديدا في شهر يوليو الأهلي أعلن التعاقد مع المهاجم الأنجولي فلافيو دي سيلفا دي سانتوس أمادو من فريق بيترو أتلتيكو. اللاعب ما كانش معروف قوي بالنسبة للجماهير، بس لما عرفوا إن الأهلي تعاقد معاه بتوصية من المدير الفني مانويل جوزيه الكل اتحمس واتفائل جدا بيه. بس اللي حصل بعد كده كان مفاجأة للناس كلها وأولهم إدارة الأهلي نفسها. بيبدأ الموسم الجديد ونشوف فلافيو بيلعب مع الأهلي، ومش بس كده ده كمان بيبقى المهاجم الأساسي للفريق عشان كان واخد صيغة مانويل جوزيه. استنى الجمهور يشوف المهاجم العبقري اللي فريقه متعاقد معاه، بس مش حاجة بتحصل. ماتش ورا التاني، أسبوع ورا التاني، شهر ورا التاني، مستوى فلافيو زي ما هو ويمكن أسوأ، والإحباط عمال بيزيد والجماهير بقت تفقد الأمل فيه. الموضوع وصل إن فلافيو قعد أول موسم كامل له مع الأهلي ما جابش غير هدف واحد بس، وكمان جابه من غير ما يقصد. وأنا مش بهزر، ده اللي حصل فعلا، حتى شوف بنفسك. أمامية هوبا وفلافيو أخيرا، فلافيو أخيرا يجيب هدف. يعني بقول إيه الصراحة بمتابعة جيدة وبالصدفة لما الكرة تجيلكوا خطأ قاتل من كرة عالية فلافيو بيجري عشان يستلمها، بتخبط في دماغه بالصدفة وهو مش باصص وضاير اتجاهها وتروح في الجول، ويسجل فلافيو واحد من أغرب وأطرف أهداف الدوري المصري. الهدف اللي هيخليه المادة الرئيسية للهزار والسخرية بين جماهير الكرة المصرية كلهم وأولهم جماهير الأهلي نفسها. بعد نهاية أول موسم كل الناس قالت خلاص صفقة فاشلة وعقد، وأكيد الأهلي هيستغنى عن فلافيو في أقرب فرصة ممكنة ويشوف بديل قوي له. الكلام ده كان ممكن يحصل مع أي مدير فني تاني غير العنيد مانويل جوزيه. بيبدأ الموسم الجديد ويتفاجئ الكل إن فلافيو ممشيش، ومش بس كده فلافيو لسه المهاجم الأساسي للنادي الأهلي. وطبعا كل الجماهير حضرت نفسها عشان تبدأ فقرة التريقة على فلافيو تاني زي ما عملوا الموسم اللي فات. بس اللي حصل غير كده تماما. فلافيو في الموسم التاني له مع الأهلي بيفاجئ الجميع ويمكن نفسه كمان، وبينفجر مع الأهلي وبيسجل وبيتألق كل ماتش. سكة جوزيه فيه وتغييره في أسلوب اللعب عشان يطلع أفضل ما فيه ساهموا إننا نشوف أفضل نسخة من فلافيو، ويمكن واحدة من أفضل نسخ المهاجمين اللي لعبوا في النادي الأهلي على الإطلاق. جوزيه أدرك نقطة قوة فلافيو في اللعب براسه وبدأ يركز على لعب العرضيات له بشكل أكبر عشان يقدر يستغل فلافيو بأفضل شكل ممكن. فبنلاقي فلافيو بيعمل ثنائية مع الماجيكو حمادة أبو تريكة، وبنشوف أبو تريكة بيصنع لفلافيو أهداف من عرضيات وثروهات ماركة أبو تريكة. لكن الحقيقة إن كان في ثنائية تانية أخطر وأقوى بكتير، ثنائية فلافيو مع ابن بلده سباستياو جيلبرتو. جيلبرتو مش بس ساعد فلافيو يتألق، لا ده شكل معاه واحدة من أقوى وأنجح الثنائيات في تاريخ الدوري المصري وأفريقيا كلها. وبقى طبيعي خلاص إن أي ماتش للأهلي شوف جيلبرتو بيرفع فلافيو بيسجل. جيلبرتو عرضية فلافيو رأسية، جيلبرتو فلافيو. يا عيني مش ممكن، لا 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 ما تقوليش ده فلافيو ده حدوته رأسية ولا في الأحلام. رأسية جيلبرتو ممتازة ورأسية فلافيو ممتازة، هم الأنجوليين اللي عملوا الشغل. اتفرج وشوف على الأهلي فريق قد يمرض. عشان يسمع جيلبرتو لوحده 14 هدف لفلافيو، وده يعتبر ربع أهداف فلافيو مع الأهلي. وبنشوف فلافيو يخلص تاني موسم له مع الأهلي وهو جايب 27 جول وصانع 10، وكان عنصر حاسم في كل البطولات اللي الأهلي شارك فيها الموسم ده. وبيعدي موسمين كمان وبتنتهي القصة وبيرحل الأنجولي بعد ما شارك مع الأهلي في 162 مباراة، أحرز خلالهم 58 جول وصنع 26 وخد 15 بطولة مختلفة، عشان يحول فلافيو قصته مع الأهلي من قصة أفشل مهاجم في تاريخ الأهلي لقصة واحد من أعظم وأنجح المهاجمين الأجانب في تاريخ الأهلي والدوري المصري.
الله يا فلافيو، الله يا فلافيو، اطلق دانا. لا 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 لا, لا ما تقوليش ده فلافيو ده حدوته، ما تقوليش ده فلافيو ده محتاج شاعر يكتب فيه. قدم جilberto ورأسية فلافيو الجملة العالمية اللي وصل بيها النادي الأهلي لكل البطولات. خلص يا فلافيو، خلص يا فلافيو، نموذج للمتابعة من على القايم القريب. ايه يا ابني ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللمسة السحرية دي؟ يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل. حلوة 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 بدمغة أنجولية.